الكردي يعاهد شعبه في هذه المناسبة بأنه سيظل وفيا للقيم والمبادئ التي ناضل من أجلها البرزاني الخالد، من أجل وحدة الشعب لتحقيق طموحات الكردي في العيش بحرية وكرامة في وطنه. وهذا ما يهدف إليه المجلس الوطني الكردي من أجل وحدة الموقف والصف الكردي كخيار استراتيجي لتحقيق طموحات شعبنا وتأمين حقوقه القومية في سورية ديمقراطية اتحادية وإنهاء الاستبداد. وفي هذا الإطار فإن ما تم إنجازه في المفاوضات مع أحزاب فنيقة بهدف وحدة الموقف والصف الكرديين يمكن البناء عليها واستكمالها، ولا نخفي على شعبنا بأن هناك محاولات جادة لنسفها وإجهاضها عبر انتهاكات حرق وإطلاق الرصاص على مكاتب المجلس وأحزابه واعتقال الناشطين وإطلاق التصريحات التخوينية الاستفزازية المسيئة ضد المجلس الوطني الكردي، مما يستوجب من الطرف الراعي والضامن وضع حد لهذه الانتهاكات والتصريحات المسيئة. أن المجلس الوطني الكردي مستمر في إيصال معاناة شعبنا للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وخاصة في مناطق عفرين وسريكانية راس العين وجريس بيت الأبيض، وفتح الانتهاكات الخطيرة وما أحيا هذا اليوم في كل عام إلا استذكارا لتلك القيم النضالية التي يتحلى بها وكرسها في مدرسته الخالدة مدرسة الكرداية في النضال والتضحية والإخلاص، ووفاء لما قدمه للقضية الكردية عبر التاريخ.